يسمى بأنبوب الغاز نيجيريا النيجر الجزائر للأسف الشديد لن يتحقق. الجزائر داخلة في المشروع تمويل بالدراهم، داخلة حوالي 5 أو 6 مليار دولار لإنجاح هذا المشروع، بالإضافة إلى أن الجزائر تعهدت أنها ستمول حتى شق النيجر، لأنه إذا نجح هذا المشروع اللي هو مشروع نيجيريا النيجر الجزائر، مشروع قطر تركيا أوروبا يتحقق. مصلحة من؟ تحطيم مشروع أنبوب نيجيريا النيجر الجزائر للأسف الشديد من مصلحة من نعتبرهم حلفاء اللي هي روسيا وتركيا. أنت كما تدوش على المشروع تديه المغرب، مستحيل. المشروع الأنبوب إذا لم يمر عبر الجزائر لن يمر أبدا، مستحيل يوصل للصحراء الغربية. احنا الأمم المتحدة لا تقبل لأنه فيه نزاع. يعني المشروع ما يسمى بأنبوب الغاز نيجيريا النيجر الجزائر للأسف الشديد لن يتحقق. أنا كجزائري غيور على مصلحة بلادي، أحب الخير لبلادي، أتمنى أن المشروع ينجح ويجيب لنا أرباح وتولي الجزائر عندها هيمنة على الغاز المتوجه إلى أوروبا. لأنه إذا نجح مشروع أنبوب الغاز نيجيريا النيجر الجزائر تصبح الجزائر تتحكم في الغاز الأوروبي، نعم بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى الغاز الجزائري الذي يمول والذي يغذي إيطاليا ودول أوروبية أخرى وإسبانيا ودول أوروبية أخرى البرتغال وغيرها. هذا الأنبوب الثاني اللي هو أنبوب نيجيريا النيجر الجزائري يمر عبر الجزائر إلى فرنسا أو إلى إيطاليا وإسبانيا، يصبح إضافة، بالرغم من أنه غاز نيجيريا، ولكن الجزائر مساهمة فيه مساهمة كبيرة، مساهمة فيه ماديا ومساهمة فيه عبر المرور عبر التراب الجزائري. يعني احنا شركاء في المشروع ولسنا مؤجرين فقط. يعني احنا ماناش كاريين نيجيريا الطريق قال ترانزيت، لا، الجزائر داخلة في المشروع تمويل بالدراهم، داخله حوالي 5 أو 6 مليار دولار لإنجاح هذا المشروع، لأن الجزائر ستتكفل بالشق الجزائري اللي هو أصعب وأطول وأعقد مرحلة، اللي هي من الحدود الجزائرية إلى البحر الأبيض المتوسط. هذا القسم هو أطول قسم، بالإضافة إلى أن الجزائر تعهدت أنها ستمول حتى شق النيجر، يعني من النيجر الجزائر هي التي ستتكفل بهذا الشق، يعني هي اللي راح تستثمر ملايير من أجل إنجاز هذه الأنبوب إلى غاية البحر الأبيض المتوسط، ثم أوروبا تتكفل بباقي الأنبوب. إذا الجزائر ستساهم مساهمة كبيرة جدا، والفوائد راح تكون بعد عقود وليس بعد سنوات. يعني كي نقول الفوائد معناتها المداخيل اللي راح تكون خلال 10 سنوات تغطي رأس المال. يعني إذا كان احنا حطينا مثلا قال المشروع 5 ملاير في البداية، ممكن المشروع ياخذ 10 ملاير، لأنه مع طبعا زيادة التكاليف، ممكن مع الجبال، ممكن مع الوديان، ممكن مع التكاليف. يعني قراءة أولية ممكن 5 أو 6 مليار دولار. 5 أو 6 مليار دولار حتى تسترجعهم الجزائر لازم سنوات، حوالي 10 سنوات أو أكثر من الفوائد اللي تدخل تاع الغاز باش تغطي هذاك المبلغ اللي استثمرته الجزائر. الأرباح بالنسبة للجزائر راح تكون بعد 10 سنوات ممكن أكثر. يعني الجيل اللي بعدنا هو اللي راح يستفيد من مداخيل غاز نيجيريا، هذا إذا نجح المشروع. لكن للأسف الشديد أنا نقول أن المشروع لن ينجح. لماذا لن ينجح؟ لأنه إذا نجح هذا المشروع اللي هو مشروع نيجيريا النيجر الجزائر، مشروع قطر تركيا أوروبا يتحقق، ومشروع روسيا أوروبا اللي راهو الآن شوية ناقص يتحقق. لأنه بكل تأكيد نيجيريا ستبيع الغاز أقل وبضمانات أكثر وعقد طويل المدى، ونيجيريا ما عندهاش مشكل مع أوروبا
وما عندهاش يعني اطماع، وما كانش منطقه حرب ولا ما كانش، يعني كان بوكو حرام هذوك حاجه قليله. الجزائر مسيطره على المنطقه. النيجر ما بين الجزائر ونيجيريا يقدروا يامنوا بشركات امن وحراسه، وبالتالي الانبوب يكون اضمن. بينما انبوب روسيا الى المانيا وباقي دول اوروبا معرض للتهديد في اي لحظه. قد تنشب حرب جديده ما بين روسيا واوكرانيا، ما بين روسيا والمانيا، ما بين روسيا وفرنسا، قد تنشب حرب. يعني احتمال فشل المشروع الروسي الاوروبي وارد، مثل ما حدث الان في حرب روسيا اوكرانيا. اذا من سيعمل على تعطيل، مش تعطيل، على إجهاض، لأنه تعطيل نقولوا ممكن كما المشروع النووي في إيران تعطيله لمدة 4 أو 5 سنوات. لا، بالنسبة لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا النيجر الجزائر نقول من مصلحتها إجهاض القضاء على هذا المشروع. من هي؟ من مصلحة الدولتين. شكون هما؟ روسيا وتركيا، وروسيا وتركيا حلفاء. هذا هو المشكل. إذا من مصلحة من تحطيم مشروع أنبوب نيجيريا النيجر الجزائر؟ للأسف الشديد من مصلحة من نعتبرهم حلفاء، اللي هي روسيا وتركيا. هم أول من سيعمل على تحطيم هذا المشروع. أنا اللي مدوختني واللي غايضتني واللي مهبلتني أنه صناع القرار عندنا فاهمين هذا الماتش ولا مش فاهمينه. إذا راكم فاهمينه ومتعمدين أنهم راكم رايحين الانتحار يا ناس، خاف ربي. يا سي تبون، يا سي عرقاق وزير الطاقة، إذا على بالكم بهذا التحليل وهذا النظرية أنه تركيا وروسيا، كي نقول تركيا وقطر، لكن قطر ما تبينش وجهها مباشرة، تدفع تركيا قال انتم عندكم مصلحة روحوا خلطوا في الله. إذا من مصلحة قطر وتركيا وروسيا إجهاض هذا المشروع. إذا كان تبون وعرقاق وحشيشي وجماعة اللي راهم في السنطرة على بالهم بهذا الكلام اللي يقول فيه بن جدير، وأكيد على بالهم، وراكم رايحين انتحار، راكم رايحين تخسروا ورايحين تزيدوا تخلقوا عداوات وتخلقوا مشاكل. إذا ما على بالكمش أنا قلنا لكم، إذا ما على بالكمش أنا قلنا لكم باللي لا داعي لكم البردان، لأنه إحنا دولة منتجة للغاز واللي عندنا يكفينا وزيادة الحمد لله. خلونا ناكلوا خيرنا بركة، وش بدنا نروحوا نخلطوا في عيش بوزنزل، وش بدنا نروحوا نخلطوا في عيش بوزنزل. واحد يخرج لك واحد من جماعة الفرفرة، جماعة المصباح الأزرق، بالنسبة أنت كيما ندوش على المشروع تديه المغرب. مستحيل. المشروع إذا لم، الأنبوب إذا لم يمر عبر الجزائر لن يمر أبدا، مستحيل. لأن نيجيريا لا تجازف، لا هي ولا الدول الشركاء اللي معاها، لأن الأنبوب إذا لم يمر عبر الجزائر سيمر عبر حوالي 7 أو 8 دول. من نيجيريا إلى المغرب يمر عبر تقريبا 7 أو 6 دول، مش متذكر، لكن يعني دول كثيرة، مش 3 دول كما الأنبوب اللي يمر على الجزائر. 3 دول: نيجيريا النيجر الجزائر من بعد البحر. بينما إذا مر عبر المحيط يمر عبر نيجيريا وكثير من دول، غينيا بيساو وكذا ومش عارف شكون بنين وكذا 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 والسنغال وكذا إلى غاية موريتانيا وبعد الصحراء الغربية. كي يوصل للصحراء الغربية هنا الأمم المتحدة لا تقبل، لأنه فيه نزاع. يعني المشروع إذا الاتحاد الأوروبي يناقش في محاكمه كثير من القضايا النزاعية ما بين المغرب والصحراء الغربية جبهة البوليزاريو حول أحقية جبهة البوليزاريو أو الإدارة المغربية في خيرات الصحراء الغربية. إذا أنبوب الغاز من المستحيل أن يمر. هذا من الناحية القانونية في هيئة الأمم المتحدة. يبقى لنا المشكل الثاني، إشكالية الأمنية. هل تسمح جبهة البوليزاريو بانتهاك حقوقها وتسمح أنه يمر الغاز عليها وهي ما تستفادش؟ أكيد راح تدخلوا في إشكالية. وبالتالي نيجيريا ليست غبية أو ليست متهورة أو ليست يعني مجازفة إلى هذا الحد. إذا مشروع الأنبوب إذا لم يمر عبر الجزائر لن يتحقق، وحتى يمر عبر الجزائر يجب أن تدخل الجزائر في صراع مع قطر وتركيا وروسيا. هل نحن على استعداد
للدخول في أزمة مع روسيا وتركيا من أجل أنبوب الغاز. أنا نشوف بلي ما عندناش فايدة، لأنه أصلا المشكل بدأ. جماعة فاغنر اللي راهم في مالي والنيجر والتخلاط وهذا كله من أجل أنبوب الغاز. نعم، كي نقول كله على الأقل 80% من مشكل الغاز. وروحوا شوفوا قبل طرح هذا الموضوع أو هذا الملف للنقاش ما كان حتى مشكل، لا في الازواج ولا في مالي في النيجر ولا سموها بوركينا فاسو ولا حتى سموهم جماعه فاغنر. ما كانش. متى ظهرت هذه جماعات فاغنر وهذه المشاكل كلها؟ ظهرت مباشره بعد اجتياح القوات الفرنسيه لشمال مالي لاهداف عندها علاقه باليورانيوم في السلسله الجبليه من النيجر الى مالي، بالاضافه الى معادن كثيره، بالاضافه الى مشروع الغاز. لأن فرنسا أرادت أن تأخذ حقها من أنبوب الغاز في مالي والنيجر. كي نقولوا في مالي لأنه عندما تسيطر على شمال مالي تسيطر على شمال النيجر، لأن النيجر ومالي مستعمرات قديمة لفرنسا، وتعتبر فرنسا أنه من حقها التصرف في مالي والنيجر واستشارتها في أي مشروع. يعني فرنسا تعتبر أنه حكومة مالي والنيجر ليس من حقها تصرف أو اتخاذ قرار إلا بعد استشارة الإدارة الفرنسية تحت الطاولة، مش فوق الطاولة. بعد التمرد الذي حدث في مالي والنيجر، فرنسا من مصلحتها دخول المنطقة في فوضى حتى تبين لشعوب هذه الدول أنه لما كنا احنا نحكم، كنا احنا قواعدنا الفرنسية كنتم في أمن وأمان. بعد ما خرجنا وطردتونا شوفوا الفوضى اللي عندكم. وهذه الحقيقة، للأسف هذه الحقيقة. عندما كانت فرنسا تنشر قواعدها العسكرية في مالي والنيجر كان في استقرار في المنطقة. كي نقول استقرار معناتها لأنه هذه الدول مالي والنيجر دول ضعيفة لا تستطيع حماية نفسها، إذا كانت تستنجد بالقوات الفرنسية. بعد ما ظهروا هذه الانقلابيين وطردوا القوات الفرنسية التي تعرفهم ويعرفوهم وبليعوا يتفاهموا معهم في كل شيء، في اللغة في الماكلة في الشراب في كل شيء متفاهمين. وش راحوا جابوا عناصر فاغنر. وعناصر فاغنر هذول لما جابوهم أو قوات تركية وقوات روسية، لأنه فيها قوات تركية وقوات روسية في المنطقة. واحد يسأل يقول لماذا روسيا سمحت لتركيا بالتواجد في المنطقة؟ لأنه الهدف واحد. يعني روسيا مش لسواد عيون أردوغان اللي خلوه يلعب يسرح ويمرح في النيجر ومالي، مش لسواد عيونه. هم على بالهم باللي الأتراك راهم يلعبوا ويصمتوا في النيجر ومالي باش يعطلوا مشروع الغاز، وهذا يخدم مصلحة روسيا. إذا من مصلحة روسيا تواجد أطراف تركية أو إماراتية أو قطرية لأنها تحقق هدفها، مؤقتا. روسيا كان بإمكانها مزاحمة أو طرد تركيا والإمارات من المنطقة، قالوا خرجوا ما تقعدوش. روسيا قادرة، ولكنها سمحت لهم لأنها وجدت أن هدفهم يتقاطع مع هدف روسيا. متفاهمين؟ قال حنايا باش نكسروا المشروع هذا تاع أنبوب الغاز، باش نكسروا التواجد الفرنسي، باش نكسروا الاستقرار في المنطقة ونلعب ولا نصمت. وهذا الأمر هو الذي أضعف سيطرة الجزائر على المنطقة بعد ما كانت هي اللاعب الأساسي في المنطقة. شفتوا علاش أنا نقول لكم باللي مشروع تحطيم جهاز المخابرات هو مشروع إماراتي. نعم، مشروع إماراتي إسرائيلي. كي نقول إماراتي أنا لا أتهم الشعب الإماراتي، أتهم صناع القرار الإدارة، لأنه في أبو ظبي المخبر الأساسي المخبر السري في خبراء إسرائيليين وفي عملاء إسرائيل. دحلان وجماعته هم اللي راهم يرسموا الخريطة أو يرسموا السياسة الخارجية للإمارات. هذه حقيقة، وليس من اليوم، يعني من 2000 تقريبا و10 ولا 2011 الربيع العربي، ما يسمى بالربيع العربي جزء منه كبير وكبير جدا تم التخطيط له في أبو ظبي. الحرب الإلكترونية أو يسمى بالذباب الإلكتروني
المقر الرئيسي نتاعو في ابو ظبي.